اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. خليه النحل لما بنعملها بالعجين بتبقى روعه وطعمها يجنن، وكمان بتكلفه بسيطه خالص، يعني بابسط المكونات هتعمليها ومكوناتها موجوده في بيتك، بدل عندك الدقيق بقيه المكونات خلاص انتي بالحشوه اللي انتي حابه تعمليها بيها. انا معايا نص كيلو دقيق تقريبا، يعني انا معايا دول 3 كوبايات دقيق من اللي هو المج بتاع الشاي. نخلتهم كده وهحط عليهم معلقه سكر وكمان معلقه خميره. طبعا المكونات دي كلها موجوده عندك. وكمان رشه صغيره من الملح وبيضه كامله. وعليها كمان شويه ربع كوبايه زيت، وكمان ربع معلقه من معلقه الاكل شمر، مديها طعم حلو جدا وكمان ريحه جميله. وكمان حطيت نقطتين كده من الفانيليا علشان زفاره البيض. هديهم تقليبه كده بالمعلقه وارجع بقى ايه ابتدي اعجن بايدي. انت بقى بتعجني بايدك لحد ما الايه العجينه تكون طريه معاكي. معايا بقى كوبايه لبن افضل ازود فيها كده واحده واحده، علشان العجينه ما تطرش معايا جامد وارجع ازود تاني دقيق. لا، انا بنزل باللبن او لو حابه ان انت تستبدلي اللبن بزبادي او او بلبن بودر، هيبقى معاكي حلو برضو. بس انا عشان عندي اللبن الحليب فاستخدمته، وعلشان هو كمان انا بحب اللبن الحليب عن الزبادي وعن اللبن البودر. فضلت اعجن فيها لحد ما بقت معايا بالشكل ده وبقت طريه معايا خالص. جبت بقى مكعب زبده كده وفضلت حطيته عليها وفضلت اعجن فيها تاني لحد ما اتشربت مكعب الزبده ده كله، وبقت معايا بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. عجينه طريه، ملمسها ناعم. وكمان هعجنها بقى لحد ما تشرب معايا الزبدة زي ما قلنا، علشان نغطيها بقى وهسيبها بالظبط بالكتير خالص 10 دقايق ربع ساعة. انا مش عايزاها تخمر، لانها انا عايزاها ترتاح بس مش اكتر من كده، علشان تبقى معايا سهلة في التقطيع وسهلة ان انا ايه اشكلها بالطريقة اللي انا عايزاها. هغطيها بقى بستريتش، بفوطة، باي حاجة موجودة عندك، وتسيبيها لحد ما تخمر معاكي او ترتاح معاكي 10 دقايق بالكتير. انا غطيتها بالفوطة كده وركنتها على جنب لحد ما جهزت بقيت معايا الحاجة بتاعتي. معايا هنا في الطبق معايا كده مجموعة من الجبن، جبنة بيتزا، جبنة اللي هي بتاعت البيتزا، يعني شيدر على موتزاريلا، وكمان قطعة من القريش، وكمان اللي هي قطعة برضو من الجبن اللي هي بتاعت العلب. اديتهم بقى تقليبة كده مع بعض بعد ما قطعت عليهم الزعتر. لو عندك زعتر مجفف برضه يمشي معاكي حلو. هنا بقى العجينة كانت ارتاحت، جبت صينية وحطيت عليها فيها شوية زيت كده بطنتها. وينفع كمان برضه معاكي سمنة او زبدة. همسك بقى العجينة بتاعتي كده وهي لسه بخمرها، يعني ايه وهي مرتاحة، يعني مش ههبط الخمر بتاعها. وابتدي ايه اخد معايا قطعة واحشيها بالحشوة بتاعتي ديت، واعصها زيت من الصينية واحطها ايه اركنهم كده جنب بعض، عشان تتكون معايا الخلية بتاعت زي خلية النحل بالظبط. عشان كده دايما بيسموها خلية نحل. الحشوة بقى اللي انت حابة تحشيها بيها، انا استخدمت هنا حشو جبن مع الزعتر. لو انت حابة ان انت تستخدمي مربى، تستخدمي حلاوة، تستخدمي اي حاجة انت حابة تستخدميها. انا بستخدم اللي انا حابه ان انا استخدمه، واللي عارفه ان هو هيتاكل عندي. انت اللي هيتاكل عندك والولادك هيحبوه اعمليه. هيبقى حلو جدا وهيبقى طعمها جميل وهيحبوها، هيدمنوها على فكره، وهيقولوا لك اعملها لنا تاني وتالت، وتقريبا كده مش هيخلوكي ان انت تقعدي من غير ما تعمليها كل يوم تقريبا. أنا هي خلصت معايا في يوميها، يعني هي اتعملت يا دوبك هدت شويه الحرارة بتاعتها وخلصت في يوميها، يعني ما قعدتش. شوفي بقى لما ولادك هيلقوها بالطعامة ديت هيحبوها جدا. انا خلصتها كده، هرش بقى على كل واحدة كده نقطة زيت صغيرة، واغطيها بقى بالاسترتش عشان تخمر، او بفوطة اي حاجة عندك موجودة هتحطيها. انا بس غطيتها بالاسترتش، وهحط كمان عليها فوطة واسيبها لحد ما ترتاح وتخمر معايا. هنا بقى بعد ما خمرت شايفين الجمال. هجيب بقى معايا صفار بيضة واحط عليها نقطة فانيليا علشان الزفارة برضو، وابتدي ادهن كده بالراحه، وبرضو احاول ان انا احسس عليها عشان الخمر بتاعها ما يهبطش. بالراحه كده اعمل كل كره لوحدها كده، واروح جايه ايه عاملاها بالصفار البيض. ده بيديها لون وبيديها طعم، وكل حاجه فيها بتبقى لذيذه جدا. حته الزبده اللي انا حاططها في الاخر ديت مديها طعم جميل، وكمان ريحه جباره، وكمان طعمها يجنن. العجينه نفسها ريحتها
جميلة جدا. جربيها وصدقيني مش هتندمي. بعد ما دهنت كده البيض هحط بقى على الوش شوية سمسم، شوية حبة البركة اللي موجود عندك هتحطيه. انا حطيت لي 2 لان هما الاتنين برضو متوفرين عندي. المتوفر عندك برضو حطيه. انا حطيت السمسم وهحط كمان شويه حبه البركه كده على الوش، وادخلها بقى الفرن لحد ما على نار على نار متوسطه مش عاليه، علشان تستوي من جوه، علشان هي متخمره من جوه. هدخلها بقى الفرن لحد ما تستوي، وتعالوا شوفها بعد ما طلعت. انا طلعتها تقريبا قعدت ربع ساعه مغطياها بالفوطه كده علشان اعرف اطلعها من الصينيه. انا مسكتها بقى سلكتها كده بالسكينه علشان البيض نزل على الاحرف فايه لزق في الصينيه. هنا بقى بعد ما طلعت شايفين الجمال، حاجه كده تحفه، حاجه اسفنجيه خفيفه طريه، يعني حاجه لذيذه جدا. جربيها ومش هتندمي صدقيني، وهتدمنيها فعلا، حرفيا هتدمنيها. يلا بقى الفيديو بتاعنا النهارده خلص. لو الفيديو عجبكم متنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ سمسم. وكمان متنسونوش في كومنت لذيذ من كومنتاتكم الجميله اللي دايما بيسعدني وبستمتع وانا بقراه. شايفين الجمال، حاجة كده روعة، اسفنجية، حاجة كده طعمها يجنن. وكمان الحشوة كمان لذيذة جدا، وهتدمنيها حرفيا هتدمنيها. شايفين حاجة كده، بص بتورق كده كأنك عاملاها زي الكروسون. حاجة كده تحفة. الحشوة بتاعتها جميلة. وكمان انت بقى بالحشوة اللي انت حابة تستخدميها. يلا بقى الفيديو بتاعتنا النهاردة خلص، واشوفكم في فيديو جديد. يلا باي.